السلام عليكم أعزائي المشاهدين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في أولى حلقات برنامجكم أكلة بيور مع خالد ونور. أعرفكم بنفسي الأول، أنا الشيف خالد قاسم، شيف مأكولات بحرية، تخصص مأكولات بحرية. النهارده كان معانا الشيف نور، بس كويس إن هي ما جاتش عشان أشتغل لوحدي. كويس إن هي ما جاتش. الحمد لله. ما جيتش ايه يا بابا؟ امال مين اللي هيتحداك؟ إيه اللي جابك؟ قال ما جيتش قال إيه اللي امال مين اللي جابك أنت؟ هيتحداه؟ السلام عليكم. فرحت إني جيت لوحدي. ايه ما ينفعش، لازم اجي معاك. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجكم اكله بيور مع خالد ونور. هنجمع البروتين مع الفسفور. هنبدا بايه بقى يا شيف خالد؟ هنعمل لكم النهارده يعني هو شغلنا كله افتكاسات وحاجات جديده كده ان شاء الله، يعني حاجات يمكن ما حدش عملها قبل كده. هنعمل لكم النهارده حمام بالجمبري. يعني طول عمرنا عارفين الحمام بيتحشي رز بيتحشي فريك، النهارده هنحشيه جمبري. يعني هنحشي فوسفور جوه فوسفور. نبدا بسم الله ونقول المقادير. عندنا 5 حمامات، عندنا جمبري نص كيلو، عندنا توم مفروم، عندنا بصل، صلصه، البهارات بتاعتنا بقى اللي هي الكمون، الفلفل الاسمر، الملح على حسب المقادير يعني. على حسب الحاجه يعني. وانت هتعملي ايه؟ انا ان شاء الله هعمل لكم اكله جديده من اختراع انا بقى. هعمل لكم فتة نور. فتة نور دي يعني ايه فتة نور؟ مش احنا طالعين تحدي؟ ايوه، يعني ايه فتة نور يعني؟ هوريك انا فتة نور. الفتة بتاعتي ان شاء الله بتبقى رز، بعملها بالسمك الفيليه، رز وسمك فيليه ومشروم. يعني احنا اتفقنا ان احنا هنحط البروتين مع الفسفور، فانا جايبه المشروم بروتين، مش هينفع كده. والفسفور اللي هو السمك، وهنحط رز وهنحط زبادي على الوش وهنزوقها بقى وبصل وتوم والحركات اللي انتوا عارفينها بتاع الستات المصريه. يعني يوم ما تتحديني في السمك برضو؟ ما لازم، ما هي الحلقه مشتركه. طيب ماشي، يلا اشتغل. نبدا بسم الله. انت عايز البصل في حاجه؟ لا. طيب افتح يا خالد عشان انا عايزه اجهز حاجتي برضو. ماليش دعوه بخالد طبعا علشان هيضحك عليا والوقت هياخدنا. انا كمان عايزه اجهز لكم الفته بتاعتي. طيب اشتغلي بقى. الفته بتاعتي ان شاء الله هنجيب كيلو سمك فيليه، هنقطعه قطع صغيره وهنشوحه على النار ببصلايه وتوم. وريني فلفل الوان يا ماما. هنعمله ببصل وتوم وعصير ليمون وخل، وهنحط عليه فلفل حراق بقى يعني عشان يبقى سبايسي شويه وحلو، وطبعا ملح وفلفل وكمون البهارات بتاعتنا. طبعا بقى. والعيش الشامي انا هبتدي اجهز لكم، انا محمصاه في البيت. العيش الشامي اهو بيتحمص عادي، وبعد كده بنروح حاطين العيش دون بنحطه تحت اول حاجه، وبعد كده بحط عليه السمك الفيليه اللي احنا عاملينه على العيش، واروح حاطه الرز. والصوص اللي بينزل من السمك لازم يتحط على الرز عشان الرز يكتسب الطعم بتاعها. هننزل بالبصل الاول. فايه انا مش عايزه الشيف خالد هيغطي عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هي تحدي؟ هي تحدي. وتحدي على اللي خلص الاول برضه. مش ده تحدي عليه يعمل حاجه حلوه. انت هتضحك عليا كده. ايوه. طب انا هجيب حاجتي واجي لكم على طول. انت حره. هاتي حاجتك بقى براحتك. ماشي. ادي الزبادي بتاعي اللي هيتحط تجيبيش. على الفته. وده البطاطس دي بتاعت كفته البطاطس دي هنخليها دلوقتي. خالد انا عايزه اعمل بسم الله الرحمن الرحيم. مالكيش دعوه بقى، اعملي اللي انت عايزاه. عايزه اعمل الفيليه. دي الطاسه بتاعتي عشان هحط السمك بتاعي. ممكن توسع لي؟ ما هو كده مش تحدي، لا. لا تحدي، هيبان دلوقتي. بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط شويه زيت يا جماعه اهو. تمام. وعندنا الثوم اهو، هنحط برضو ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ممكن يا شيف تاخدي الحاجه دي تسويها لي وانت واقفه كده جنب البوتاجاز؟ لا احنا اتفقنا، ماليش دعوه بيك. انا ماليش دعوه بيه يا جماعه. وما هو بيتحداني ليه؟ لا يبقى المخرج بقى يجيب لكل واحد بوتاجاز في الحلقه دي.
ماشي، بس انا دلوقتي انت هتاخد النفس بتاعي، ما هي الحاجه بالنفس، اهم حاجه في الاكل النفس يا بنتي انا ملك والخبره الفسفور. برضو. انا ملك الفسفور. انت ملك الفسفور اه. وانا ملكه البروتين. انا هسرق منك شويه بصل. باذنك يا ماما. اه اتفضل. لا لو عايزه بصل اقطع لك. طب قطع لي شويه بصل بعد اذنك. بكل روح رياضيه اقطع لك. ايوه ايوه لازم نتعاون، انا هتعاون معاك. انت عايزه ايه عندك؟ عايزه بصل. حاضر. هتعاون معاك كده وكده، بس اخلص حاجتي الاول بعدين. حط لي بصل لو سمحت يا استاذ. حاضر. عايزه ايه تاني؟ سلامتك. الله يسلم حضرتك. طب بص انا هقطع لك وانت تقلبي. ماشي عينيا الاثنين. بس قلبي الاثنين بقى. تمام حاضر عينيا الاثنين. انا هساعد الشيف خالد يا جماعه عشان هو خرط لي بصلايه. لا انا اللي بساعدك، لا انا مقطع لك كل حاجه اهو. ماشي اتفضل. ايوه بقى افضل اخرني بقى. تمام. احنا حطينا البصل يا جماعه، احنا قلنا بصلايه مع التوم بقى زي ما انت عايزه، بس انا بفضل التوم يكون كتير، يعني 10 فصوص توم حلو قوي ويكون توم كبير. ماشي اهي تشوح شويه بس علشان البصل بيبقى بياخد سوا. ماشي اهون. وده الفيليه بتاعي، احنا قلنا كيلو فيليه بنقطعه مكعبات وهنحطه على البصل والثوم. على فكره الفليله بتاعي. الفيليه دون هو خالد جايبهولي من المطعم بتاعه. ايوه عشان ما تقوليش بس كلام ما يحصلش. ماشي ماشي اهو. طب قلبي الطاسه بتاعتي طيب. ماشي حاضر. هقلب الطاسه بتاعت خالد اهون. الو استاذ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه شيف خالد؟ الو. ازي حضرتك؟ انا سامعك. ازي حضرتك؟ طارق معاك. الو. ازيك يا شيف نور؟ طارق يا خالد. اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيف الله طارق؟ ينور عليكم. الله يكرمك. ابو حماده يا طارق. اهلا وسهلا. ازيك يا ابو حماده؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. عايزاك بقى ايه ام حماده تشوف الوصفه دي الله ينور وتجربها عليك لك. والله التحدي الجميل ده. الله يعزك الله يعزك. بس انا اللي هكسب يا عم طارق. يا عم طارق انا اللي هكسب. خليك معانا للاخر يا طبعا استاذ طبعا طارق. عشان اهلاويه طبعا. ما انا اهلاويه برضو. خليك معانا يا استاذ طارق لاخر الحلقه. أيوه. وشوف مين اللي هيغلب. انا اللي هكسب يا استاذ طارق. شوف الاكله دي ان شاء الله تعجبك يا استاذ طارق عشان انا عارفاك بتحب الحاجه الحلوه كده وعندك ذوق في الاكل، فخلي ام حماده تعملها لك. انت هتقلبي لي ولا هنعمل ايه؟ وانا قلبت لك بقى خلاص. والله خير يا خالد. ضحكتي عليا انت كده على فكره. لا ما ضحكتش عليك. لا كده ضحكتي عليا. هنحط يا جماعه على التوابل دي، على السمك اللي احنا عاملينه بقى الفيليه ده، هنحط شويه توابل اهو. ماشي. هات شويه الفلفل الاسمر لو سمحت. استاذه سلوى. ايوه اتفضلي حضرتك. شكرا. السلام عليكم يا ام عامر. وعليكم السلام. ازيك يا مدام سلوى؟ ازيك يا حبيبتي؟ الله ايه الحاجات يخليك. الحلوه دي كلها؟ الله يكرمك. تسلم ايديكي. تسلمي يا حبيبتي ما تحرمش منك. ده اكلك جميل بقى وانا مجرباه ومفيش احلى من كده في الدنيا. الله يبارك لك يا حبيبتي ما تحرمش منك. ربنا يخليكي ودايما كده معانا في كل حاجه حلوه يا حبيبتي. احلى اكل واحلى وصفات واحلى نفس. الله يخليك. واجمل واحده في الدنيا. يا رب يخليكي ما تحرمش منك يا مدام سلوى ولا من مداخلتك الجميله دي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وان شاء الله ودايما كده في نجاح وربنا يوفقك دايما. اللهم امين يا حبيبتي. ما تحرمش من حضرتك. وشوفي الاكل اللي بنعمله النهارده انا والشيف خالد داخلين تحدي. شوفي بقى مين اللي هيغلب فينا. شكرا لحضرتك يا مدام سلوى. الو مصطفى. انا هجيب التوابل عشان خالد مش عايز يساعدني يا جماعه. والله عشان عايز بساعدك. ياخد الحلقه مني. والله بساعدك بس انا تقريبا قربت اخلص يعني. شوف مصطفى اللي على الهوا. اتفضل يا استاذ مصطفى. الو. الو اهلا. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى اتفضل. ازيك يا شيف نور؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ مصطفى؟ عامل ايه؟ من السعوديه، اخبارك؟ الله يخليك. انت والشيف خالد. الله يكرمك. الله بيرحب بيك. يكرمك. الله يكرمك يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى ده بيكلمنا من السعوديه يا جماعه. جميل وشغل ما شاء الله باذن الله وتسلم ايديكم على اللي بتعملوه. الله يخليك يا مصطفى. بس تابعنا عشان انا اللي هكسبه.
لا ان شاء الله، لا التعاون بقى، انتوا قلتوا هتتعاونوا مع بعض. لا ما هو أصل بص. احنا داخلين تحدي، هو متحديني. الشيف نور دي شيف كبير قوي، وكنا بناكل من ايديها هنا، احنا كلنا في السعوديه هنا بنحييها. يا رب يخليك يا حبيبي، ما تحرمش وكنا ياما منك. كنا من ايديها، وبامانه يعني ما شاء الله عليها بامانه يعني. ما تنساش تقول على المكرونه اللي اخترعتها لك. مكرونه سايكو. مكرونه. الله يبارك لك يا استاذ والله مصطفى. ما شاء الله عليكم على بصراحه منورين. وشكراً الشيف نور لاتصالك. والله اكلاتك جميله، وكل الشباب هنا بيحيوكم من السعوديه والله. الله يعزك يا حبيبي وما يحرمناش منكم كلكم يا رب. وشكرا على المداخله الجميله دي يا استاذ مصطفى، ما تحرمش منك. بصوا يا جماعه، انا كده الفيليه بتاعي قرب يخلص. هحط له بقى شويه خل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان تبقوا عارفين السمك دايما بيحب الخل وبيحب الليمون، يعني الحاجتين دول دايما بيبقوا مشتركين مع الاسماك، الخل والليمون، والليمون اكتر طبعا. اهي احنا عملنا كده اهو. احنا ما حضرناش ليمون. طيب ضحكت عليا انت؟ لا ما ضحكتش وأنا والله، انا سويت لسه برضه. ما ضحكتش عليه والله يا جماعه، انا هو لسه ده انا غلبانه لسه ما عملتش حاجه. طب انا هنا اقول لكم انا عملت ايه. شوحت البصلايه في ماده دهنيه، نزلت بالثوم، فلفل الوان، طماطم، احط برضو معلقه صلصه دي اختياري، وبعد كده انزل بالجمبري. الاكله دي هتعجبكم قوي يعني، ولا تقول لي بقى الشيف نور ولا ايه؟ ماشي انا قبلت التحدي يا جماعه. هنشوف. ايوه، ومش هتكلم علشان ايه، يعني احنا على الهوا. كل شيء كشف انه باين. ماشي تمام يا استاذ خالد، كل شيء اتكشف وبان. ايوه خالد لو سمحت. ننزل دلوقتي بالجمبري. تمام، انا سايباك براحتك عشان ما تقولش انا مضايقاك. لا مش سايباني براحتي. امم في اول الحلقه ضحكت عليا. لا ماشي، انا سايباه عايزه براحتي تعملي يا ايه؟ جماعه شويه. اقلب لك انا؟ ماشي ممكن تقلب لي. حاضر، عشان تعرف ان انا اجدع منك بس. ماشي قلب لي، بس انا هعصر الليمون واجيلك. ماشي وانا مستنيك. ماشي حاضر. بس مش ملاحظه حاجه، ايه اتفضل. كل اللي عمال يتصل يقول نور نور. الحمد مفيش لله، انا حد قال حبايبي خالد. كتير. انا حبايبي كتير يا جماعه، اتكلموا مع خالد عشان خالد بيزعل. شيف خالد شيف مأكولات بحريه برضه وما شاء الله عليه. مفيش يعني حد قال خالد خالص. فاتواصلوا معاه برضه عشان ما يزعلش. اتفضلي يا استاذه هدى. الصوت بتاعها مش باين. الو الو. استاذه هدى اتفضلي. ايوه السلام عليكم. سلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمه الله ازيك يا شيف وبركاته. نور، عامله ايه؟ الله برضه نور؟ يخليك. لا مش هينفع كده، لا. الله يخليكي على الله فكرة يخليكي يا الإعداد مدام هدى. متفق مع نور. وحشنا والله، واكلاتك لا، ده متفقين وحشانا معاك. من زمان. الله لا، لا. يخليك يا مدام هدى، والله باشكري في الشيف خالد، احسن لا زعلان لا لا قوي. لا. اكيد اكيد، مالناش هنحط بركه الا الليمون؟ الشيف نور والشيف خالد طبعا. احنا هنحط الليمون يا جماعه اهو. لا مش عشان- هينفع كده. اكلاتك جميله كلها يا شيف خالد، الله وانا يسترها دقت معاكي من يا رب. ايد الله يسترها حضرتك معاكي. الجمبري بالحمام تحفه الله تحفه. يخليكي. الحمام ما احنا حاشينه بقى، احنا قلنا هنجمع ايوه، ما البروتين احنا حاسين الحمام جنب تحفه والله والله جميل يا شيف خالد. وهنعمل فته اسمها فته نور. ايوه وفتة نور تحفه، انا دقتها منك يا شيف نور. الله يكرمك. تحفه جميله. ما انا قلت بقى اتحدى وأكلاتك خالد. كلها جميله. ايوه والحفلات اللي انت بتعملها لنا كلها جميله، الله وكل الناس يعزك. كلها فرحانه لا، تقريباً. ومبسوطه ان انت طلعتي على التلفزيون يا شيف نور. الحمد وأنت لله، ده تستاهلي فضل كل من خير يا ربنا، حبيبتي. الحمد لله. تقريبا. تستاهلي كل خير ان شاء الله. اللهم ودايما آمين. دايما في تألق ايوه يا حاجه. وان شاء الله ربنا معاكي. اللهم رب، امين يا يا رب. حبيبتي، شكرا ليكي. شكرا ليك يا شكرا أب. على اتصالك. ايه ده يا خالد، انت عايز البلانشه دي في حاجه؟ يا الاعداد. طب لو قال لك نور قول له مش فاضيه دلوقتي. طيب لو قال نور قول لهم خالد اللي ايوه كده موجود. يعني. لو قال لك نور قول له مش فاضيه دلوقتي، مش موجوده، ما جاتش. معلش يا جماعه ما تزعلوش الشيف خالد، لو قالوا نور قول لهم مش فاضيه معلش، او خرجت راحت مشوار او اي حاجه يعني. اهو بقى يا عم انا قلت لهم. اتفضل يا شيف خالد. انا هبتدي بقى انا ألو. اطبق لكم الفته بتاعتي على الهوا قدامكم. عايزه اجيب البايركس. كلمي كده. والله خلصتي. الو السلام عليكم. اتفضل يا محمود. شوف مين محمود يا خالد، خليك معايا. الو
عايزه ادوق احيائها بس مش عايزه الكاميرا تجيبني. يا. انا كده الفته بتاعتي خلاص هشيلها اهي، الفيليه بتاعي خلص هشيله. انا ممكن ادوق. دوق انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الاكل ده بتاعي ما تدوقش منه. بتدوق ايه؟ اوعى تقول ما بتعرفيش تطبخي. ايه رايك؟ انا مستنيه الجمهور هو اللي يقول. انا ما خالد ما هو هيقول لي مش حلوه عشان هو شيف اسماك ولا ايه؟ احنا حطينا في الميه اللي هنحط فيها الحمام ورق لوري، فلفل اسمر، كمون، التوابل طبعا عشان تبقى الحاجه ايه واخده حقها يعني. انا عايزه اعمل انا بقى يا خالد، انا مش عارفه البوله بتاعتي، اجيب البوله اعمل فيها. في بوله بتاعتي تاني. طب نطلع فاصل ونرجع تاني، ممكن احتمال من غير نور. انا عشان مش معاكم. هينفع لا كده. لا انا معاكم. خالد هو اللي انا هطلعه لا، من ممكن الاستوديو نطلع عشان ونرجع من اكمل غير نور. اكلي. هو خايف من التحدي. اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، رجعنا لكم تاني. انا ان شاء الله خلصت مكونات الفته زي ما شفتوها اهي. انا عملت كل حاجه قدامكم. الفته اللي هي انا مسميها فته نور عشان انا اللي ابتكرتها كده مع نفسي. هي كده جاهزه، هنبتدي نطبقها قدامكم. العيش التوست ده انا محمصاه عادي في زيت اهو. بصوا هنحط ايه هنا شويه كده. لو سمحت يا شيف خالد ناولني الرز. ده ماشي شكرا ليك. هنبتدي احط الرز اهو. بصوا وبعد بقى ما رجعنا لكم الفاصل استنى اطبق دي خالد. خلصنا الجمبري متشوح مع بصل وتوم وفلفل الوان، كمون، فلفل اسمر، وهنحشي الحمام. خلص يا استاذ علي الفته اهي. تمام يا استاذ منتصر هي خلصت ان شاء الله. انا عايزاكم تجربوها هتعجبكم جدا، وحاجه جديده كده اما يكون عندكم ضيوف هتحطوا اكله زي كده جديده يعني هيستغربوا. يعني طول عمرنا عارفين ان الفته بتتعمل بلحمه، بتتعمل طب انت بفراخ. خلصتي؟ انا لسه شويه هطبق دي وخلاص هساعدك. طب خلصي وحش الحمام وانا اعمل لك السلطه. خلاص عينيا. اتفضل يا استاذ يا شيف خالد اعمل لنا السلطه وانا خلاص كده خلاص اهي. ابتدي بقى احط الرز. بسم الله. هي يا جماعه ان شاء الله هتعجبكم قوي. انا واثقه انها هتعجبكم لان انا عملتها وعجبت ناس كتير كلوها. يعني انا لسه مبتكراها كده، واول ما قلت لهم قالوا لي تحفه، فقلت لازم اعملها لكم على الهوا بما ان الشيف خالد بيتحداني. وانا برضه عايزكم تجربوا الجمبري، الحمام بالجمبري دوت، عشان ده افتكاسه جديده ونادر لما حد يعملها ان شاء الله. احنا كده بنحشي فوسفور جوه فوسفور. لا انت كده بتحشي فوسفور جوه بروتين. لا لا مش لا الحمام لا, ده. لا الحمام ده اعلى فوسفور. الحمام برضه فوسفور. لا لما تحطي له بقى جمبري اللي هو برضه اعلى فوسفور. بصوا يا جماعه هنحط مشروم مع الفيليه بتاعنا برضه عشان هعمل الطبقه الثانيه. ماشي اهو. المشروم دون جميل جدا وقيمته الغذائيه عاليه، وبعدين بروتين نباتي حلو قوي. بيتعمل بيه سلطات وبيتحط على اللحمه المعصجه للمكرونه وبيتحط على حاجات كتير قوي في اكلنا. واحنا ايه هنعمل طبقه تانية هنا وهنحط الرز وبعد كده الزبادي. الو الو اتفضلي يا استاذه سعاد. اهلا يا شيف خالد. اهلا وسهلا. ازيك اهلا بيك يا ازيك يا فندم. شيف خالد؟ اهلا بيك يا فندم. منور الشاشه.
ربنا يسترها معاكي. الله ينور عليك، انت والشيف نور منورين الدنيا، انت والشيف نور، الله ينور عليكم. الله يخليك. الحمام الله يخليك يا الجميل اللي محشي فوسفور دون جميل. الله يخليك. الله يخليك يا نور فندم. سعيد. شيف عايزينك خالد. تجربي بقى الحمام ده. هجربه النهارده، والله النهارده الحظ عندي حمام والله. عندك؟ والله على طب الحظ. يعني ابقى اجي اكل عندك؟ تيجي تنورينا يا شيف نور والله. الله العنوان بقى، يكرمك. العنوان، ونروح انا والشيف نور نعمله تيجوا بقى. تنورونا يا شيف خالد والله، انت والشيف نور والله. الله يسترها ربي معاكي. يخليك. الله ينور عليك على الفتة يا شيف نور. الله يسترها يعزك معاك يا يا رب. حبيبتي. ربنا الله يعزك. يخليك. عايزه يا شيف خالد بعد اذنك اعمل سلطه السي فود، عيني. شوربه السي فود، عيني. تقول لي عليها الله يخليك. انا ممكن اقول لك عليها، مش لازم شيف في الحلقه خالد. الجايه هعملها لك هوا على طول خلاص ماشي ان شاء الله. مش ماشي. لازم الشيف خالد ده ما بيعرفش يعمل اكل. ماشي يا شيف خالد، تسلم يا شيف خالد. تسلمي الله على يسترها معاكي. اتصالك. تسلمي يا فندم. تسلمي على اتصالك. ماشي، احنا كده خلاويص اهو الفته بتاعتنا، جربوها والله تعجبكم قوي ان شاء الله. ويعني ان شاء الله هستنى منكم ارائكم ومشاركتكم على الصفحه بتاعتي ان شاء الله. قولوا لي رايكم، وان شاء الله يا جماعه انا هعمل مسابقه. الو يا ام صلاح. طيب نتكلم ام صلاح. ايوه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. ايه رايك في الحمام بتاعنا؟ ازيك يا ام صلاح؟ الله يسلمك، ازيك يا ام عامر؟ الله يخليكي. عامله الله ايه؟ يسلمك. الله يكرمك يا حبيبتي، تسلم اتفضلي. ايديك، وايه الاكل الجميل ده؟ تسلمي، الله يكرمك. يا ام صلاح، ايوه. ايه رايك في الحمام بتاعنا؟ الحمام جميل، وهي الحاجه اللي بتعملها جميله، وحلقه حلوه، حلقه جميله والله. يعني الحمام ولا الفته يعني؟ ايديكوا يا رب. الحمام ولا الفته؟ شايفه؟ قولي له، الحمام ولا الفته؟ اه. قولي له لا، الفته هقول طبعا. الفته طبعا. احنا ستات زي بعض. تسلمي هقول يا ام الفتة صلاح. طبعا. تسلمي يا حبيبتي، وشكرا على اتصالك. شكرا يا أم صلاح. نورتينا نورتينا. ان شاء الله يا جماعه انا بعلن على مسابقه حلوه ان شاء الله. على صفحتي كده اي واحده شاطره كده، ست بيت شاطره تعرف تعمل حاجات حلوه تبعتها لي على الصفحه، هشوفها ولو طلعت حلوه ان شاء الله هجيبها معايا على الهوا هنا تعملها. انا بقول ان شاء الله يا جماعه اي واحده شاطره عرفت تعمل اكله حلوه تصورها وتبعتها على الصفحه بتاعتي وهطلعها معايا على الهوا. تمام؟ انا كده وانا برضو خلصت. اي واحد شاطر. ماشي. اي واحد شاطر. هنحط شويه صوص من دول علشان انا عايز بيدوا بس اقول للرز حاجه على لذيذ. الشيفات. كده خلاص يا جماعه، معلش انا بقى احط لكم الزبادي بقى على الوش واعمل الديكوريشن بتاعها. عند اذنك يا شيف خالد. كده خلاص الفته هنبتدي ننزل عليها بقى بالزبادي. اهي الزبادي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بقى تاخدي المفاجاه دي؟ اتفضل. ايوه، مفاجاه ايه؟ اللي هيعمل لنا نسبه مشاهدات على صفحتنا تمام وعلى قناتنا على اليوتيوب. تمام. المخرج بلغني دلوقتي ان هو هيجيبه على الهوا معانا. شوف بقى مين اللي هيعمل بقى لينا على الصفحه بتاعتنا مشاهدات عاليه، يفعل الجرس بقى ولايكات وحاجات كده يعني، وهيجي على الهوا ويختار الاكله اللي هو عارفها وسهله بالنسبه له يعملها. انا كده ايه خلصت، هزوقها لكم وان شاء الله هتعجبكم قوي، ولازم تجربوها وتقولوا لي رايكم. وان شاء الله لو حد عرف يعمل اكل حلو انا مستنياه، مش هقول بقى هيتحدانا، لا احنا هنرحب بيه واللي هو عمله يعني هنعرف للناس كلها ان هو ما شاء الله عليه يعني غلبنا في الاكل. بصوا بقى يا جماعه هنحط ايه الورديه الحلوه دي. انت خلصتي وانا خلصت؟ انا خلصت. انت خلصت؟ تلبسي الحمام وحطيه في الميه. تمام. هساعد الشيف فين خالد السلطة؟ بس ازوق حاجتي. اتفضل السلطه بتاعتك يا جماعه كده اهي. دي السلطه بتاعتك، انا خلصت وهساعدك. ماشي، هو خلص وهيساعدني يا جماعه. بس كده ثواني. هاتي الطبق بقى. حطيت الحمام يا شيف خالد. تمام. الميه بتغلي، طب عايزين نحطه. خد يا حاج. اكتفهولك. على فكره كتفه انا ولا- ما بعملش زي الشيف خالد، انا بعمل الحمام بتاعي بكتفه، ما بعملوش بخله. الشيف خالد بيعمله بخله، بس انا هكتفه لكم عشان تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم اهون. بس انا لسه ما خلصتش فتتي يا شيف خالد. خالد انت هتعملها ازاي؟
لا افتح يا خالد، طلع لي خله بقى. مش عارفه اقفله، الشيف خالد حط لي في الحركه دي عشان اتزفلت طبعا من الصوص بتاعه فمش انت عارفه عماله اقفله. تقولي بكتف بكتف. بكتف، مفروض بيتكتف يا جماعه، الحمام بيتكتف قبل ما يتحشي، دي غلطه اهو، انا ماليش دعوه، الشيف خالد ما بيعرفش يطبخ. اهي لا هتنفع ان شاء الله. هتنفع. ماشي، ممكن تفتح يا استاذ خالد الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق السلطه فين؟ طبق السلطه الابيض اللي عندك. بصوا يا جماعه الحمام اهو، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم قوي. الشيف خالد بيعمل اكلات جميله جدا ما شاء الله عليه يعني، ونفسه حلو. تجربوا الحمام وهيعجبكم قوي، والله ولو ده من عجبكم ذوقك يا قولوا لي، شيخ. ما عجبكوش برضو عرفوني. والله ده انا من بحب ذوقك افرح فيه وربنا. قوي. وربنا ده من ذوقك. الله يكرمك يا شيف خالد، اي خدمه. تمام اهون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده تمام خلصت. ماشي، وانا برضو ان شاء الله خلصت. انا هطبق الكفته برضو على طول، بس عايزه ازوق خالد ده انت لحستني بالحمام. ما دي اللي جنبك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده تمام. الحمام بتاعنا اهو على النار. معلش يا شيف خالد، عايزه منجيل. ان شاء الله يا جماعه جربوا الحمام بتاع الشيف خالد هيعجبكم قوي، وبالهنا والشفا. هناك يا خالد. يا عم عايزه روح ايه هناك تاني؟ كده يا عم كده. بقول لك لسه ايه، انت خلصت. عارفه ايه في النقل ليه؟ انا لسه بزوق في حاجتي يا جماعه، انا عارفه الشيف خالد اصلا. معلش انا بحب ازوق الحاجه، لان يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده ان العين بتاكل قبل البق، فانتوا دايما لما تعملوا حاجه زي كده اطفالكم هيحبوها قوي، واللي ملوش نفس ياكل هتبصي تلاقي نفسه اتفتحت كده ويقول لك لا انا عايز اكل. ماشي اهي كده ان شاء الله اهي فتتنا خلصت. المكون التاني بقى ان شاء الله معانا هنعمل كفته. هعمل لكم كفته حلوه قوي بالتونه، كفته البطاطس اللي بالتونه دي هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. هنعملها ايه، انا عايزه اقول يا شيف خالد معلش اهي. اشتغلي اشتغلي. هلبس بس اهي. الكفته دي هتجيبوا نص كيلو بطاطس وتسلقوه، عليه علبه تونه، وعليه نص كوبايه بقدونس. تزحمنا الدنيا مفروم. بحاجتك واحنا مش عارفين نشتغل كده. معلش بقدونس مفروم، وهتحطوا طبعا ملح وفلفل، هتحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها، وكمون، لان الكمون بيبقى حلو قوي مع التونه وحلو قوي مع البطاطس، فان شاء الله هتعملوها وهتعجبكم. وطبعا بتتعمل بالبيض والبقسماط. اهي احنا هنحط ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس بنحطها اهي، البطاطس المسلوقه، بنحط معاها التونه. ايوه المقادير نزلت قدامكم اهي. كيلو بطاطس، عليه 3 علب تونه، عليه بقدونس، عليه بصله، عليه توم. هنعملها انا كده مجهزاها لكم يعني، بس انا بوريكم هي بتتعمل. بتتحط كده التونه مع البطاطس مع الخضره مع التوابل، وبنقلبها حلوه قوي. ماشي، بس انا مجهزاها لكم برده علشان الشيف خالد انا عارفه ان هياخد الوقت مني، فانا مجهزاها قبل الهوا. انتوا كده عرفتوا هي بتتعمل ازاي، فانا هننزل دي وهطلع لكم اللي انا عاملاها قبل الهوا. اهي هي بتبقى كده. ايه ده ايه ده؟ البطاطس مع التونه بتضحكي مع علينا ولا ايه؟ البقدونس استني بس استني مع التوابل. استني بس، بتضحكي علينا؟ ما بضحكش عليكم، لا 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 اصلك لا هو هياخد لا الوقت. لا
وبعدين مش يا هينفع استاذ يا استاذ ما اتفقناش على كده. انا عامل حاجتي على الهوا، هي بقى تعمل حاجتها في البيت وتجيبها. لا لا لا، انا عامله حاجتي برضو والله يا جماعه اهو قدامكم، انا مورياكم. اصل انا عارفه الشيف خالد هياخد الوقت مني. ان شاء الله كده اهي. طب احنا كده ضامنين ان دي نفس المقادير؟ ولا إن شاء- بتضحك علينا؟ لا مش بضحك عليكم لا والله. لا لا ما ينفعش. هي نفس لا. المقادير، بس انا كنت شايله منها جزء عشان اوريكم هتطبق ازاي، والباقي اهو قدامكم. احنا هنعملها كده خلاص، احنا عملناها تمام. بناخد منها كده اهي، هعمل لكم شويه، وبعد كده بتتحط في البيض والبقسماط. الطريقه بقى اللي تعجبك، انت عايزه تعمليها بالشكل ده تمام، عايزه تعمليها بالشكل ده، اي شكل تعجبك في تلك الحالات هتبقى حلوه قوي اهي. عايز تعمليها بالشكل ده اللي احنا واخدين عليه تمام، عايز تعمليها كوره برضه هتبقى حلوه قوي اهي. دي كور، يعني الشكل اللي يعجبك اهي. اي ام تحب تشكل لاطفالها علشان ياكلوا، والكبار برضه اهي. وبرضه ممكن اقول لكم على حاجه حلوه، ممكن الام لو عايزه بقى تخلي الولاد ياكلوا، ممكن تروح جايباها كده، هي عملت الكفته كده، تروح عاملاها كده اهي، فتحتها وتروح حاطه فيها، تعملها كده. استاذ منتصر، ايه رايكم في السلطه دي يا بقى؟ استاذ منتصر خليك معايا وسيبك من الشيف خالد. ايه رايكم في يا السلطه دي؟ نهار ابيض. بنفتحها كده على الاقل دي وبنحط حاجه فيها- معموله على الهوا. وبنحط فيها جبنه، والله عاملها على الهوا وبنقفلها قدامكم يا تاني، جماعه اهو. دي معموله في البيت. والله يا جماعه ما انا لازم يعني الوقت، ما هو خالد خد انا مني مالي الوقت. انا مالي، انا عامل على الهوا اهو. ماشي، وانا عامله على والحمام الهوا على الهوا اهو، بصي بيغلي اهو. انت عامله في الحاجه دي في البيت، اهو. خلاص هي كده الكفته. امال تحدي ازاي؟ ما ينفعش طبعا. ما انا طبعا متهدياك، انا عامله الفته الجميله دي اهي قدام الجمهور، وعامله كمان الكفته الجميله دي، وان شاء الله هنعمل عصير ليمون بالنعناع عشان اهدي اعصاب ندوق الشيف بس كده خالد الأول. شويه. انت كل حاجه عمال تدوق منها، حطش المعلقه بقى كده، هات انا عشان انا كمان هدوق. يا جماعه الشيف خالد عمل لكم سلطه جميله، السلطه البلدي مفيش احسن منها، تبقى جنب الاسماك اهي كده. خلاص دي كفته اهي. لو سمحت يا شيف خالد انا عايزه احط الزيت عشان احمر وبما الكفتة. انك بقى مش عارفه تخلصي حاجتك، ايوه انا هحط الطاسه ساعدني بقى. واخلص لك حاجتك. ان شاء الله يا جماعه تجربوا الكفته دي برده هتعجبكم قوي، حلوه ولذيذه اهي، باي شكل يعجبكم. عايزينها كوره ماشي، عايزين، وعلى فكره تنفع قوي مع الرز الابيض وشويه سلطه جنبيها اهي. يعني ممكن ست البيت الشاطره بقى لو عندها كام بطاطسايه في البيت تروح سلقاهم، عندها نص كيلو بطاطس تسلقهم مع علبه تونه مع شويه خضره، وتعملها بالبيض والبقسماط، والكل هياكل منها جنب رز جنب مكرونه، عشوه جميله مش هتكلفها حاجه. فان شاء الله لازم كل ست بيت تعرف تصرف امورها بالموجود في البيت. فان شاء الله اهي خلصت معانا. لو سمحت يا شيف خالد ممكن الطاسه عشان انا عايزه احمر الكفته. بشوف بس الاستاذ ده. سيبه عشان يغلي معاك. استاذ عشان في ناس مستنيه بره. في ناس مستنيه بره عنينا. بس طبعا انا عارفه انكم كلكم هتحودوا على الشيف خالد علشان حمام وجمبري، بس اللي مش هياكل من الفته مش هقول لكم بقى. انا يوم السبت ان شاء الله اعمل حاجه حلوه جدا، مش هعرفكم هي ايه. اللي مش هياكل من الفته مش هياكل من يوم السبت برضو الحاجه اللي هعملها. هعمل حاجه جديده، وان شاء الله دايما مطبخكم عامر مع عمو عامر، كل حاجه هتلاقوها جديده، والشيف خالد برضه عشان ما يزعلش. ازود لك زيت؟ ماشي بعد اذنك يعني. بساعدك وانا خلصت الحمد لله. ماشي طب الحمد لله. الحمد انا لله. لسه ما خلصتش، انا عامله حاجات اكتر من خالد على فكره. خالد عمل الحمام بس انت ما عملتش حاجه يا خالد. ده انا عملت الحمام وعملت ده البيض الجمبري يا جماعه ان عملت شاء الله. السلطه. البيض اللي هنعمل بيه الكفته والبقسماط اهو ماشي. طب انت ده هتعملي فيه ايه؟ هحطها في البيض والبقسماط وهنقليها. يعني ايه؟ يعني ايه يا خالد؟ ايه الافتكاسات اللي انت عاملاها يعني؟ ده مش افتكاسات، بيض وبقسماط وهتقليها. مش إيه افتكاسات بقى يا الجديد؟ جماعه. الكفته الجديد هي طول عمرنا بنعملها على فكره، بس الشيف خالد ما يعرفش غير الجمبري والصبيط والمرجان والاسماك اللي بيعرفها انا عايز والكابوريا. الناس تشاركنا على الهوا دلوقتي وتقول ارائكم. عرفونا رايكم. عرفونا الشيف رأيكم. نور
او ولا النبي الشيف تعالوا مع خالد؟ الشيف نور، مالكوش دعوه بالشيف خالد. الشيف خالد هيكسب عشان هو بتاع الفسفور يا جماعه. عرفونا تعالوا رايكم يا معايا. جماعه، الحمام ولا الكفته اللي معموله في البيت؟ مش معموله في البيت، ما تصدقوهوش. انت اللي لسه قايله. انا قبل الهوا بس يعني ما قلتش. لا انت اللي لسه قايله. ماشي. طب يلا لو سيبهولي بس على طول اهي كده. ايه يا شيف خالد، يعني عرف بقى ايه نفسك، قول لهم على صفحتك. انا بس كنت عايز اتكلم على الشيفات. في شيفات ما حدش يسمع عنها حاجه، يعني في شيفات جامدين قوي احسن مني واحسن من الشيف نور واحسن من ناس كتير، بس يعني ما حدش عارف عنهم حاجه، وبحس ان هم مظلومين شويه من البيت ومن الشغل. يعني مثلا ايه، كل واحده جوزها شيف تاخد بالها منه عشان ده واقف قدام نار وواقف بيتعب برضه، شغلانه مرهقه ومتعبه برضه. دي خالد بقى بعد اذنك، احنا خلصناها. بصوا يا جماعه بقى، خالد بعد اذنك. انا خلصت. لو في عندك بقى بوله او حاجه حط فيها اللي بالبقسماط عشان هطلع في دي. باكل. ماشي. عندك بوله؟ خلصت. عايزه ايه؟ بوله طلع فيها ايه؟ اللي بالبقسماط. بصوا يا جماعه اهو كده. انت بتحطي اهو الكفته عملناها في البيض وبعدين بنطلعها نحطها في البقسماط اهي، تطلع كده. ايدك تبقى واطيه اهي. ماشي كده يا جماعه اهي، عشان هقدم في الطبق الابيض ده اهي زي ما انتوا شفتوا. من دي اهي. ممكن ادوق الفته؟ ممكن تدوق الفته، مش دلوقتي، ما تدوقش حاجه هتبوظ شكلها. اهي يا جماعه الزيت سخن بتاعي خلاص، الزيت قرب يسخن اهو، يكون الحمام ان شاء الله طلع. اهي انا حاسس ان دي مش شغاله، مش شغاله والله. انت فصلته كده. كفته اهي يا جماعه، ان شاء الله جربوها تعجبكم قوي، مفيده وحلوه. والشيف خالد عايز يشيل الزيت بتاعي علشان ايه بيلعب في البوتاجاز. حطها يا خالد، هو شغال. بسم الله. الزيت اشتغل اهو يا خالد. قلت لك. لا استنى، طلع كمان كم واحده يا جماعه. انت عايزه دي في حاجه؟ ماشي. ان شاء الله يا جماعه هنطلع فاصل ونجيلكم بعد الفاصل اكون خلصت لكم الكفته وتشوفوا الحمام بتاع الشيف خالد. بس من غير فصل انا مخلص. انا هو مخلص. لسه حمامه هيتحمر. رجعنا لكم بعد الفاصل وسعداء معاكم. وطبعا قبل الفاصل عملنا الحمام والشيف نور عملي في الفته، وانا طبعا عملت السلطه، وهي دلوقتي بتعمل الكفته اللي عملتها في البيت. معلش انا هسيبه يتكلم عشان يا جماعه، تبقوا عارفين بس ما حدش ينسى، عشان ما يزعلش، بس لازم اسيبه عشان يتكلم ما حدش ينسى شويه. بس. حط لي شويه زيت تاني يا خالد. حاضر. شكرا. بس يا جماعه ثواني عشان ابتدي، انا عايزه ارص هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم تبقوا بص على الحمام وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص على الحمام، حاجه معموله قدامكم على الهوا اهي، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مش حاجه معموله في البيت. اهي الكفته بتاعتنا يا جماعه انا بطلع فيها اهي. تمام كده. ايوه الكفته اللي انت جايباها من البيت. يا هريحه. الكفته اللي انا جايباها من البيت اصلا مش هيسكت. بسم الله. وغرقني زيت بقى يا شيف خالد، هيغرقني زيت بقى وتبوظ اليونيفورم اللي انا عاملاه. مش مشكله، مش هتكلم، هو لابس حاجه سمراء مش باين فيها.
تديني معلقه تاني من جنبك بعد اذنك. حاضر. معلقه اتفضلي. شكرا. عشان ايه بتتزحلق كفته. انا عايزه الحق اخلص قبل الشيف خالد. انا خلصت. لا ما انت لسه الحمام، الحق انا ارص حاجتي بس واظبطها إيه؟ قبل الشيف خالد. فين بس المعلقه؟ اهي انت عايز معلقه تاخد اللي معايا؟ لا مش عايز. استنى اطلع عليها دول يا خالد وبعدين خد. معلش عايز يا اقول لك جماعة. بتعملي ايه؟ هو انت كل شويه تدوق؟ نهار ابيض، مش هينفع كده يا جماعه. انا لسه ما دقتش الحمام بتاعه ولا الجمبري، هو شغال. ايه؟ طب بس خلاص ايه ده؟ ما تدوقش تاني. ايه ده؟ هي الكفته يا جماعه معانا اهي، ان شاء الله تجربوها هتعجبكم قوي. طب قلبي سهله الحمام. وبسيطه، بس انا علشان في الحلقه خالد تعبني وواخد وقتي، معلش يا جماعه. انا خلصت الحمد لله. طيب ماشي، وانا ان شاء الله خلصت اهو. على فكره يا جماعه هي الكفته لو طلعت بيضه شويه هي اوريدي كلها مستويه، لان احنا بنبقى سالقين البطاطس والتونه بتبقى، طبعا انتوا عارفين التونه كلنا بنجيبها في البيت وبناكلها، وفيها خضره وفيها بصل بودر وفيها توم بودر والتوابل بتاعتها، فهي بتبقى حلوه قوي. يعني لو ما اتحمرتش قوي مش مشكله يعني، بس احنا بنحمرها عشان تدي لون حلو وريحه. يا ريت تشاركونا بس بارائكم على صفحاتنا الشخصيه على الفيسبوك، على قنوات اليوتيوب الشيف خالد قاسم والشيف نور الصباح. نعرف ارائكم وتدعمونا، ان احنا محتاجين دعمكم. ان شاء الله. وزي ما اتفقت معاكم ان شاء الله زي ما اتفقت معاكم، اللي هتعمل اكله حلوه او لو سواء شاب برضو عمل اكله حلوه وبعتها لي على الصفحه بتاعتي، ان شاء الله هطلعه معايا على الهوا، بس الاكله تكون حلوه وتعجبني بس. وانا برضو المخرج بلغني اللي هيزود مشاركات واللي هيخش على صفحتنا يعمل مشاهدات هنجيبه عندنا هنا. انا كده خلصت يا شيف خالد الكفته تمام. بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على رسول الله. الصلاه والسلام. بص صلى معايا على يا النبي. استاذ منتصر، سيبك من خالد. الصلاة على النبي. السلام. بهدلت لي هدومي. اهي الكفته هتعجبكم قوي، يا ريت تجربوها ألو يا وتقولوا لي فجر. رايكم. ايوه يا شيخ خالد. فجر اتفضلي. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي منور الدنيا كلها. ربنا يخليكي. قلتيلي اختك. مدام ناديه اختك ولا مدام نوره؟ الدنيا كلها يا حبيبي. حبيبتي ازيك؟ لا ايميل. اختك يا إيمان خالد. أختك. حبيبتي عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخت ايمان ايوه عارفاكي. ازيك؟ قولي لي يا عاملة إيه؟ امان، قولي لي الحمد لله. الحام عجبك؟ قولي له والنبي ريحيه. انت بتعمل حاجه وحشه؟ الحام عجبك ولا الفتة؟ كل اكلك جميل طبعا يا شيخ خالد. الله يخليكي يا حبيبتي. الحمام تسلمي طبعا. تسلمي يا امان والله. تسلمي لنا. منور الدنيا كلها يا رب، وربنا يوفقك يا رب. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي ربنا يوفقك يا رب. يا رب. اللهم امين، ربنا يصلح له يا حاله رب. وحال الجميع يا رب. اهي الكفته بتاعتنا يا جماعه طلعت اهي جميله، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم، عشان انا يهمني رايكم جدا. انا عامة الكفتة انا جربتها دلوقتي، مش إيه؟ محتاجين رأيهم يعني. وايه؟ لا انا محتاجه رايهم. ما انا جربتها وش باين اهو. لا انا محتاجه رايكم. خالد مش هيقول لي حاجه. انا جربت دلوقتي. اهي قولوا لي باذن الله لو عجبتكم. الو يا برضه استاذ عرفوني. محمد. الو. ايوه يا استاذ محمد. ايوه حضرتك انا على الهوا. الو. ايوه اتفضلي. الو اتفضلي معانا. ايوه. الو انا ام يوسف. اهلا وسهلا، ازيك يا ام يوسف؟ ازيك يا ام يوسف؟ ازيك يا مدام نور، ازيك يا شيخ نور، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعمه. يا اخبارك؟ اكلك جميل. الله يخليكي يا حبيبتي، ما دايما تحرمش دايما منك. متألقة كده ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. يا رب يخليكي ما تحرمش منك.
الله يكرمك. جميله جميله جميله، الاكل اللي عاملاه جميل كله حلو قوي. يا رب يخليكي ان شاء الله. منوره الشاشه يا شيف نور، والله منوره الشاشه زي القمر. يا رب يخليكي، ده انت طب وانا يا ام ليلتي يوسف مش حلوة. منور ولا ايه؟ بتاعت حضرتك جميله. لا والله منور الشيف خالد، منور الشاشه. امال ايه بقى؟ والله منورين انتوا الاثنين، واحلى اكل عاملين والله. يا رب يخليكي ما تحرمش منك. ايوه بعد كده ما تقوليش بقى منوره يا نور، قولي منورين. منورين والله. أيوة كده. منورين الشاشه جميله، والسلطه أيوة اللي كده. عاملها خطيره وجميله جدا. يا رب يخليكي يا حبيبتي، ما نتحرمش منك. طب يا خالد كده كده السلطه بتاعتنا. انا هشيل دول بقرا كده يا استاذ منتصر عشان كده. استاذ محمد اتفضل. انا كنت عايزاك يا خالد تسال نلحق نعمل عصير الليمون. الو الو الو، الو ايوه اتفضل يا استاذ محمد. ازيك يا شيخ خالد، عامل ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. حضرتك عايز اعرف طريقه كفته الجمبري بس. عينيا اعملها لك على الهوا. والله طب يا الحلقه ريت. الحلقه الجايه اعمل لك كفته شوربه السفود والكفته بالمره. الحلقه الجايه يوم طب الخميس كويس. الجاي. يوم الخميس الجاي هتشوف الشيف خالد يعمل لك اللي انت عايزه على الهوا. الو الو يوم الخميس الجاي ان شاء الله الشيف خالد هيبقى معاكم على الهوا. انا معاكم يوم الخميس في برنامج احلى اكله سمك. هعمل لكم شوربه السيفود وهعمل لكم كفته الجمبري ورز الصياديه. اي حاجه انتوا عايزينها تابعوني وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه على الهوا. خالد ممكن تسال استاذ علي نلحق نعمل عصير الليمون؟ اساله كده يا خالد. فجر اتفضلي. اتفضلي يا استاذه فجر. الو السلام عليكم. أهلاً ألو، وسهلاً عليكم بيك يا السلام. فندم. شيف نور، شيف نور، منورين الدنيا بجد والله. الله يخليكي الله يخليكي يا فجر، الله يخليكي. بجد والله انا مبسوطه قوي ان انا شايفه طبعا الشيف نور وحضرتك برضه. الله يخليكي يا حبيبتي. يعني خدت قوي قوي اللي انت عاملاها في البطاطس. الله يخليكي. بعشقها قوي. ودايما من نجاح لنجاح اعملي. كده يا رب، ودايما يوفقك ربنا باذن الله. الله الشيف خالد والله منور الدنيا كلها. ربنا يبارك لك يا رب. يا حبيبتي ربنا يبارك ما لك. تحرمش مني. ودايما كده من نجاح لنجاح ان شاء الله والله. يا رب. انا حبيت طبعا اشارك معاكم وتاني مره اطلع على الهواء. ايوه انا نور عارفه القمر. والله سمعتك يوم السبت كنت معايا على الهوا. ما انا اول ما قال فجر انت كده صديقه البرنامج يا فجر. ان شاء الله تبقي معانا على طول حبيبتي وتقولي لنا دايما على رايك. يبارك لك يا رب. يا ريت تابعيني على طول يا أستاذة فجر. بتاعتك برضه الساعه كام؟ ايه يا ريت تقولي لي الحلقات امتى؟ حضرتك بتتذاع امتى؟ ويا ريت تقولي لي الاعاده. ان شاء الله انا بطلع يوم السبت الساعه 1 الظهر وبطلع يوم الاثنين. الحلقه بتاعتي اسمها دايما عامر مع الشيف نور الصباح. ويوم الاثنين انا والشيف خالد في حلقه بيور مع خالد ونور برضو الساعه 1 الظهر. ويوم الخميس ودايما عامر بحسك وبحس يا رب يخليكي. ما هو دايما مطبخكم عامر مع ام عامر. الله يخليكي. تسلمي يا فجر على اتصالك. ويوم الخميس الشيف خالد لوحده، انا ماليش دعوه بيه، هو بيجي لوحده ولا ايه؟ كل واحد ملزوم بنفسه يعني. فجر راحت خلاص. خلاص. انا كنت عايزه اعمل عصير الليمون بس الخلاط طيب كده خلاص. انا عايزه بس ايه ازوق لخالد البتاع دي. لا حاجه خالد متزوقه لوحديها يا ماما. بصي حاجه متزوقه لوحديها. يا سلام. هو الحمام مش محتاج تزويق اصلا. ما عشان محشي جمبري يا جماعه. زوقي لنفسك انت الكفته اللي معموله في البيت. يا حبيبي الكفته جميله اهي. زوقي لنفسك الزبادي. بتتكلم على نفسها اهي بتاكلي بذمتك. ناس زبادي. ايه انا رايك؟ باكلهم حمام بالجمبري. استاذ احمد المصور شايفها. اه. الله يكرمك. أستاذ أحمد. استاذ منتصر صورها لنا. ايوه اهي. بس ان شاء الله هات يا خالد بقى. انا المشكله عايزه انت سالت يا طب خالد. انت خليك معايا بقى يا استاذ احمد عشان كده غلط بقى. الله ينور عليك يا استاذ احمد. انت استاذ منتصر. المهم يا خالد انا ما عملتش العصير. عايزه احط لك حاجه تاني. احط لك حاجه تانيه يا خالد اللي انت عايزه. اشكرا يا ست الكل. الله يخليك. ان شاء الله احنا مستنيين ارائكم ومشاركتكم على صفحه التواصل بتاعتنا. يا ريت تقولوا لنا رايكم وما تنسوش المسابقه اللي انا قلت لكم عليها على الصفحه بتاعتي.
اللي عارف اكله حلوه كده وجميله يقولها لي او وما تنسوش- يصورها لي فيديو ويبعتها لي. وما تنسوش دعمكم ومشاركتكم على صفحات فيسبوك وعلى قنواتنا على اليوتيوب، الشيف خالد قاسم والشيف نور الصباح. لازم تدعمونا وتتابعونا برضه. ان شاء الله. انا كنت عايزه اعمل عصير الليمون كده يا خالد. ماشي بس كده. ايوه عايزك بقى بعيد حاجتك بعيد عني. يعني كده بصوا في الاخر يا جماعه. طب خلاص انا ماليش دعوه بيه. بعيد حاجتك دي كده. اهي حاجتي ايوه اهي. بصي بعيد حاجتك اهي حاجتي اهي بعدت عشان الاكله الرئيسيه. ايوه هات يا عم السلطه بس. اتفضلوا كده. بنشكر الناس اللي تابعتنا، كنا سعداء معاكم النهارده في برنامج نزل حلقه بيور مع الاستاذه نور. مش هقول بقى خالد بشكركم قوي عشان هي النهارده. تعبت معايا النهارده. بشكركم قوي النهارده، كنت سعيده معاكم جدا وكنت سعيده جدا باتصالاتكم وبمشاركتكم. وان شاء الله دايما هتلاقوا كل جديد معانا. ويعني ما تنسوش الشيف خالد لو سمحتم لما تيجوا تتصلوا اصلا بيزعل قوي، فيا ريت برضو تتصلوا بيه هو يا خالد عشان ما تزعلش. واحنا مبسوطين جدا ان احنا سمعنا صوتكم هنا في الهوا واديتونا دفعه حلوه. وان شاء الله دايما تلاقوا كل جديد معانا. ومطبخكم عامر مع عمو عامر.